ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا الجمال كده. بصوا الشنطة الجميلة دي، عايزة اوريكم كل تفاصيلها. الاول ان شاء الله كلكم تكونوا بخير، توحشوني من فيديو للتاني. نبتدي الفيديو بتاعنا. نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم في الشنطة؟ ايه رأيكم في الشنطة السواري دي؟ بنروح ندور في المحلات، بنتعب على بال ما نلاقي شنطة سواري، ولما بنلاقي شنطة سواري بنلاقي سعرها غالي. اكيد كل البنات والستات عارفين الموضوع ده. بيكون اسعار السواري غالية شوية عن الشنط العادية. فايه رأيكم نشتغل مع بعض نعمل شنطة شغل هاند ميد؟ ما تقوليش ما بعرفش الكروشيه، مش مهم خالص، لان دي مش كروشيه، دي شغل هاند ميد، يعني شغل اي حد يشتغل في شغل يده. تعالوا كده، ايه رأيكم في الشنطة؟ على فكرة الكاميرا مش مدياها حقها، بصوا هي احلى من كده، واللمعة بتاعتها حلوة قوي على كده. عايزة اوريكم تفاصيلها، زائد انا لسه ما فنشتهاش للاخر. هحط اللوجو بتاع شغل الهاند ميد، الباجي ده اللي بيتحط ده اسمه لوجو. تعالوا كده هنبتديها مع بعض على الشبكة البلاستيك. نقول بسم الله كده ونبتدي. هوريكم الشكل اهو. الشنطة هتكون زي ما انا وريتها لكم في الاول، بس هوريها لكم تاني اهو. هي الشبكة دي بالخيط الستاء الجليتر ده هو سيلفر. بصوا هتكون وش ووش، لاني اغلب الخيوط اهو. بصوا الشنطة دي شغلاها برضو مطعمها بالسيلفر ده هو، او السواري ده زائد الاسود. تعالوا اوريكم كده الشغل اللي احنا هنشتغله. لما نشتغل الاحرف دي نعد كام سطر. هنعد 1 2 3 4، هنعد 3 4 ونسطر بالمسطرة عشان يبقى الشغل سهل معانا. بص هعد معاكم اهو، وبرضو من الناحية التانية هعد 4، يبقى طول 4 وعرض 4، 4 فتحات، 4 أسطر، 4 فتحات. وهنعملها بالمسطرة كده عشان تبقى واضحة. على فكرة لما تشتغلي كام غرزة زي اللي أنا كنت شغلاها كده هتلاقي الدنيا مظبوطة. بس كده ايه، عشان حبيباتي المبتدئين واللي لسه أول مرة يشتغلوا شغل على الشبكة البلاستيك أو شغل الكنبة. تعالوا نبتدي ونقول بسم الله كده. هيكون معانا الإبرة بتاعتنا، وهنبتدي نثبت الإبرة في أول غرزة. هنعد 1 2 3 4، هيبقى حلو أوي كده. أوكي، عشان تبقى مايلة وبتدي شكل جميل جدا. هنثبت الخيط بالغرزة العادية اللي هنروح ونيجي لحد ما يثبت الخيط. وبعد كده هنشتغل غرزة بتاعتنا اللي هي ايه، وش ووش، يعني هنشتغل وش، وناحية الظهر هتبقى ايه، مفرغة اهو. انت اشتغلتي الغرزة مايلة كده هتبتدي معاكي لحد الاخر بس، ولا تسيبي فتحة من هنا ولا من هنا، تبقي ماشية بالظبط. بصوا
ازاي. احنا دلوقتي بعد ما ثبتنا الخيط هنبتدي. بصي مش هتروحي وتيجي بالخيط، لا، بصوا اهو انا اشتغلت كده، مش هاجي تاني بالخيط، لا هرجع تاني بالخيط، لا، هشتغل عند الغرزة اللي جنبها. بصوا بقت مفرغة من ورا ومشغولة وش بس. شغلنا كله هيبقى كده. شغلنا كله هيبقى كده، لان الخيط ده بيكون غالي شوية، او ممكن ما يكونش عندك منه كتير. يعني انا عملت الغرزة دي انا اللي مخترعاها بجد، يعني انا من نفسي عاملاها، لان الخيط ما كانش، هنكمل لحد الاخر، لان الخيط ده ما كانش متوفر عندي كتير، وكنت بدعي ربنا ان يكمل الشنطة. فجاتني فكرة ايه، اني اشتغل وش ووش. تعالوا كده بعد ما اشتغلنا الجناب الاحرف، بصوا يا بنات، يفضل نشتغل كل الاحرف والجناب، بصي كلها، وبعدين نشتغل الشغل العادي. بس اخدوا بالكم انا بشتغل عشان اوريكم، ما هو الشغل ايه، انا بعمل فيديو وبحاول اقصر وبحاول اشرح لكم وبعمل الطريقة السهلة بحيث تبقى سهل جدا انك تعملي. اي حد يشوف الفيديو ده سهل جدا ان يعمل الشنطة، يشتغلها كاملة من الالف الى الياء زي ما بيقولوا. بصوا بعد ما ثبتنا الخيط، بصوا انا هشتغل ازاي اهو على الوش بس. كل ما هشتغل شوية هوريكم يا بنات. يا ريت ما تنسوناش بالدعاء، ولو عجبكم الشغل بنتعب في الشغل وفي الفيديو عشان نكمل حاجة تعجبكم. متنسوش اللايك والاشتراك، هكون مبسوطة بيكم. في ناس تقولي انا اشتركت ما شفتش الفيديو بتاعك الاخير عشان ما فعلتش الجرس. لازم تدوسي، تفضلي تنك دايسة كده على الجرس لحد ما تيجي كلمة كل، وتضغطي على كلمة كل، هو ده تفعيل الجرس عشان اي حاجة تنزل على القناة يبقى عندك خبر او يجيكي اشعار. اوكي بصوا يا بنات، هنعد لحد كام. انا هعد كام غرزة، 1 2 او كام فتحة، 1 2 3 4 لحد 8. هنعمل ايه، هنشتغل زي ما كنا بنشتغل في الجناب، بس هنكبر الغرزة او هنوسعها عشان تتعبوش نفسكم. وهنعمل ايه، هنسطر. انا عديت 8 فتحات. بعد كده هبتدي بالمسطرة هشتغل لحد كده، مش هكمل، انتوا بقى تكملوا عشان لازم تكون الشنطة مرتاحة كده وتظبطها عشان ما تبقاش فيه اي غلطة. صدقوني الشغل هيبقى جميل جدا وممتع جدا معاكم. ابتدوا كده واشتغلي لنفسك شنطة تمسكيها تبقي مبسوطة بيها، وممكن على فكرة يبقى مشروع جميل جميل بإذن الله ومربح، لأني زي ما قلت لكم الشنطة السورية بتكون ايه غالية شوية، فاحنا بنعملها بسعر حنين كده. دايما انتوا بتشتغلي تظبطي في ايدك، ايه يعني تظبطي في ايدك، بصي دي في حتة زيادة ممكن في الفينش احنا ساعة ما بتاع، بس هي بتبقى مزاولة كده، فانا ايه قصتها من دلوقتي. تظبطي الخيط ما يبقاش الخيط فيه خيط مبروم، خيط زايد، خيط. هو شغل الهاند ميد او شغل الكروشيه، احنا دلوقتي شغالين هاند ميد فنتكلم على الهاند ميد. شغل الهاند ميد بيحتاج ذوق، او بمعنى اصح لمسة كده، يعني يعني التفاصيل الصغيرة دي تفرق فيها. بصوا الظهر لما انا بقلب الشغل، بصوا مفرغ يعني وش بس، يعني الظهر من ورا هتلاقيه. بصوا يا بنات الشغل كده
بعد ما كملنا الاسطر زي نفس النظام اللي احنا كنا ماشيين بيه، انا عاوزه اوريكم ازاي هنختم او هنقفل السطر او هنقفل الغرزه. تعالوا بصوا الصفوف اللي احنا قلنا عليها التمانية، انت براحتك عايزه تعملي 7 8 6، بس انا بحاول اخليها كبير عشان الفتحات ضيقه وشايفه انها مناسبه عشان تدي لمعه بالزيادة. بصوا هنشتغل ازاي زي ما احنا اشتغلنا في الاول خالص اهو يا بنات. الشغل بسيط جدا، مش محتاج اي مشكلة ولا تعب. اهو مع بعض سهل جدا زي ما انا بقوله. اهو كملناه. بصوا وش والظهر مفرغ، يعني اهو كده احنا وفرنا في الخيط، وكده كده هتتبطن فهتبقى جميلة جدا، ومفيش لزوم ان الخيط الغالي ده على فكرة شكلها احلى من كده، الاضاءة ظلماها، الاضاءة ضعيفة. بص احنا فينش ازاي وخلصنا ازاي. فنبتدي دلوقتي نبطنها عشان نكمل الشنطة. اهو بصوا مفرغة ازاي من ورا في الظهر اهو، برضو الاضاءة ظلماها هي بتلمع واجمل من كده بكتير. بصوا ببطنها بالقماشة دي اللي هي الستان لون فضي سيلفر زيها كده اهو. بصوا الجنب بتاع الدراع بتاع الشنطة اهو، الجنب ده انا مبطناه. بصوا يفضل كل دراع لوحده عشان بعد كده ايه لما نبطن الشنطة ما تبقاش مكلكعة البطانة. بصوا اهو بطنتها وشوفوا الجناب. تعالي كده هفتح الشنطة واوريكم البطانة، في فيديو على القناة للتبطين بتاع الشنطة لو تحبوا. اهو بصوا البطانة جميلة ورقيقة ازاي، ومفيش غرز باينة الحمد لله، يعني الفينش مظبوط. لما نيجي نشتغل ما نشتغلش من فوق لتحت كده غلط، وخصوصا في الشنطة البلاستيك الكنفة نشتغل من تحت لفوق، لان لو اشتغلنا من فوق لتحت بصوا هتكلكع خالص، فاحنا لازم نجيب من تحت لفوق. التفاصيل دي لابد منها عشان يبقى الشغل ان شاء الله مظبوط. بصوا تعالوا كده اهو هثبت معاكم الخيط هيبقى فيه طرف، امسكي الطرف لازم يكون ليه طرف باذن الله وتشتغلي عليه اهو. بصوا الطرف ده هتمسكيه كده عشان نشتغل عليه، ما نسيبش كل غرزة مقابلة للغرزة التانية نشتغلها. الغرزة دي في وش دي، الغرزة دي مقابلة للتانية، دي في دي، دي في دي، دي في دي، ما نفوتش ولا فتحة، كل فتحة قبل اختها، كل فتحة قبل اختها، ما نسيبش اي فتحة عشان يبقى الفينش مظبوط. تعالوا كده ازاي انا هوريكم بعد كده، هيبقى بسيط جدا الموضوع ده. بصوا هنكمل لحد الاخر وبعد كده نكمل الجنب ده، وبرضو ما نلفش دائري كده ونرجع من فوق لتحت، لا برضو الجنب التاني ناخده من تحت لفوق. شايفين اهو احنا كده خلصنا الشنطة، لازم من تحت لفوق وبعد كده نعمل الاحرف دي. بصوا شايفين دي الاحرف دي اه من تحت لفوق، من تحت لفوق، وبرضو الاحرف بتاعت الشنطة لازم لابد منها عشان يبقى
الفينش بتاعنا مظبوط. ايه رأيكم؟ بصوا جميلة ازاي، وخفيفة في الوزن، خفيفة وبتشيل كتير، بتشيل كتير، زائد ان شكلها حلو. بنتعب واحنا بندور في المحلات على شنطة سواريه يكون حجمها مناسب ويكون وزنها خفيف، زائد انت عاملاها بايدك هتشرفي بيها، زائد ان تبقى مشروع جميل جدا. بصي تحت الصباع ايدي ده هو، دي هنحط اللوجو بتاع شغل الهاند ميد لوجو، يا اما نحط بقى ايه المزايا، آه حاجة كده يكون شكلها شيك. انا ما رضيتش اعمل قفل، حبيت يكون سيمبل كده. يا اما نحط اللوجو زي ما انا قلت، يا اما الماظة، يا اما حاجة كده اكسسوارات تبقى حلوة جميلة جدا. وان شاء الله لو نفذتوها تكون مبسوطين بنفسكم خالص، ويا ريت ما تنسوناش في الدعاء، يا ريت تدعوا لنا كده ان شاء الله. وما تنسوش برضو اللايك والاشتراك، اللايك ببلاش والاشتراك ببلاش، وبكون مبسوطة بيكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي باي. يلا بقى قولوا لي رأيكم في الشنطة. باي باي.